اول فينال غادي ندويو عليه هو الفينال اللي غادي يتقام ما بين مانشستر سيتي وكذلك الانتر الايطالي. مانشستر سيتي اللي غادي يمثل انجلترا والانتر اللي غادي يمثل ايطاليا. ولكن الاخوان قبل ما نبداو الفيديو ما كرهتش انك تهبط دير شي كومونتير وشي جيم شي سبسكرايب باش يوصلوا للناس اخرين، باش الفيديو انه يوصل للناس اخرين تفرجوا فيه تاهم. يلا نبداو الفيديو. في هذا الفيديو الاخوان غادي نهضروا على ثلاثه ديال لي فينال. الفينال الاول اللي غادي يكون ما بين انتر ميلان وكذلك مانشستر سيتي الانجليزي، والفينال الثاني اللي غادي يتقام في الدور الاوروبي امام اشبيليا الاسباني وكذلك روما الايطالي، والفينال الثالث والاخير اللي غادي يتقام ما بين الوداد البيضاوي وكذلك الاهلي المصري. بالطبع هذا النهائي هذا غادي يتقام في تركيا وبالضبط في مدينه اسطنبول في 10 يونيو 2023، واللي الحضور ديال الجماهير غادي يتفوق اكثر من 67 الف متفرج غادي يكون في الملعب. نجيو نعرفوا التوقع اللي غادي يتقام ما بين مانشستر سيتي وكذلك الانتر الايطالي. رجعوا نتذكروا غير العام اللي فات، يعني في الموسم اللي فات مقابله مانشستر سيتي امام ريال مدريد اللي خرجوا ريال مدريد الربع نصف النهائي ديال دور ابطال اوروبا، عكس الانتر اللي لقى واحد الاريحيه اللي هي كبيره بعض الشيء، لان كيتواجد ميلان معه في نصف النهائي. ميلان اللي تواجهوه بزاف ديال المباريات صعبه في البطوله بحال روما بحال لاتسيو، بزاف ديال المباريات كبيره. ولكن المدرب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي هذا العام هذا كان عنده واحد الراي اللي هو اخر، وقدر انه يقصي النادي الملكي من نصف النهائي بنتيجه حصه 4 أهداف في اياب دور ابطال اوروبا. ذلك انتر ميلان اللي تقسم من مرحله دور المجموعات. والسؤال المطروح هنا هو شكون اللي غادي يدي اللقب ديال دور ابطال اوروبا. واللي كنا شفنا الريتم ديال مانشستر سيتي امام ريال مدريد وشفنا الريتم ديال انتر ميلان، واللي هنا نقدروا نقولوا ان مانشستر سيتي غادي نعطيوها نسبه ديال 70% عكس الانتر اللي غادي نعطيوها غير 30%. ودابا غادي ندويو على الفينال الثاني اللي غادي يتقام ما بين اشبيليا ممثل اسبانيا وكذلك روما ممثل ايطاليا. بالطبع هذا النهائي هذا غادي يتقام في العاصمه البلغاريه في بودابست بالضبط في 31 ماي. واللي هنا نقدروا نقولوا ان اشبيليا عنده واحد الخبره اللي هي خبره سنين في الكؤوس الاوروبيه عكس روما، وعنده لاعبين اللي كيتوفر على لاعبين كبار وهدافين بحال يوسف النصيري لاعب المنتخب الوطني المغربي وكذلك لاعبين اخرين اللي عندهم خبره في داخل اشبيليا. واللي هنا نقدروا نقولوا ان النسب اللي يعني شكون اللي غادي ينتصر في المباراه غادي نعطي الاشبيليا 55% وغادي نعطي لروما الايطالي 45%. اخوان غادي ندويو على الفينال الثالث، اركز الاشياء الشعبيه الكبيره اللي غادي تقام ما بين الاهلي المصري وكذلك الوداد البيضاوي، واللي بطبع المباراه ديال الذهاب غادي تقام في مصر بالضبط في القاهره في 4 يونيو المقبل. مباراه الاياب اللي غادي تقام يوم 11 يوليو 2023 في ملعب كازا بدونوب. بالاخوان غادي نهضروا على التوقع اللي غادي تقام ما بين الاهلي اللي غادي يمثل مصر وكذلك الوداد البيضاوي اللي غادي يمثل المغرب. وهنا نقدروا نحطوا التوقع ديالنا ونشوفوا ان مباراه الترجي والاهلي المصري اللي تقامت في نصف النهائي، الترجي اللي قدر انه يدخل الشباك ديال الترجي التونسي 4 ديال الاهداف في المرمى ديالو، 3 في الالي وواحد في الرتول، عكس الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي اللي شناه في ملعب كازا قدم واحد المباراه اللي هي نقدروا نقولوا انها يعني ما عجباتش الكل، عكس الروتور اللي لعب بواحد القوه اللي هو كبيره، يعني عكس الالي يعني خارج الميدان ديالو لعب احسن داخل الميدان ديالو وقدر انه يغلب يعني الفريق المرشح للقب ديال دور ابطال افريقيا سان داونز. واللي هنا نقدروا نقولوا الاخوان هاد المباراه هذه غادي نعطيو الاهلي المصري غادي نعطيوه النسبه ديال 55% حكم خبرات سنين اللي عنده واحد الخبره اللي هي كبيره، وكنا كنعرفوا الاهلي المصري باش ما نهضروا بلا عاطفه بلا والو، عكس الوداد البيضاوي اللي غادي نعطيه 45% والاهلي غادي نعطيه 55%. واللي هنا بطبعنا الاخوان اننا سالينا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله من الوداد البيضاوي المرشح يعني المغرب ممثل الكره المغربيه انه يتوج دور ابطال افريقيا ويجيب لنا الكاس، يعني الكاس الافريقي ان شاء الله مجددا للمغرب ان شاء الله. وما تنساوش الاخوان انكم ديروا لنا شي كومونتير
لهذا الفيديو هذا وتعطينا الراي ديالك لهاد 3 ديال لي فينال اللي شناهم، ودير جيم انه باش يوصل الناس اخرين، يوصل الفيديو للناس اخرين، وشي كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الله يعاونكم.